بونجور، سلام، اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الموه الاهلي والعك الكروي اللي بنشوفه وقله الشراسه الهجوميه. مباراه الاهلي وسموحه من ارزل المباريات وارخم المباريات اللي ممكن يكون الواحد يتفرج عليها في حياته. يعني اللي مفرجش على المباراه احسن وارتاح ووفر وقت، ما ضيعش وقت، اقسم بالله مباراه كئيبه كآبه. هنتكلم عن كل حاجه في المباراه، بس قبل ما نتكلم يا ريت لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي وتحط لنا لايك على الفيديو دوت. عايزين الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وقول لنا رايك عن الحلقه في كومنت في اخر الحلقه، واي لينك من اكونت السوشيال ميديا خاص بيا هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. يلا بينا. لكل اهلاوي بيتفرج على الحلقه ديت، وانا افتخر ان انا واحد من ضمن مشجعي هذا الكيان، احب اقول لكم واقول لنفسي اللي احنا داخلين على مصيبه كبيره. الاداء اللي احنا فيه دوت ما يبشرش. انا كل مره بطلع وبقول الاداء دوت ما يبشرش بالمره اللي احنا هنعمل حاجه في كاس العالم للانديه. انا واحد من الناس بقول يا رب وبطمح ان احنا لو مش مركز اول، اي نعم هو هيبقى صعب عشان السيتي، ناخد مركز تاني على الاقل. لكن بالاداء اللي احنا شفناه النهارده دوت في استاد عثمان احمد عثمان ما يبشرش اللي انت ممكن تكسب دليل المحل. النهارده انت بتلعب قدام مدرب من ارذل المدربين اللي يلعب معاك تكتيك دفاعي، وهو كابتن احمد سامي غني عن التعريف. سايب لك الكوره طول ال 90 دقيقه، هو مش عايز حاجه، هو جاي من اسكندريه هاخد بوينت من الاهلي، انا مش عايز اكسب، انا جاي اتعادل. تعادل بالنسبه له هو مكسب، هاخد بوينت من الاهلي وامشي. انت بقى فين دورك طول ال 90 دقيقه ومعاك كوره؟ انا مش شايف كوره الاهلي بيقدمها تماما. مفيش خطوره. كنا بنقعد نقول على الهجوم والهجوم ومش عارف ايه ومهاجم. انا كنت واحد من الناس مستني النهارده صلاح محسن يبدا من الدقيقه 90 في الدوري المصري ونشوف هيعمل ايه. واخد 90 دقيقه. انا واحد من الناس لو حكمت على صلاح محسن دلوقتي هبقى انا ظالم على الدغري، واي حد يحكم على صلاح محسن ظالم. العيب مش في صلاح ولا في موديست ولا في كهربا ولا في حسام حسن اللي النهارده شفناه مع سموحه. اي كره عاليه كان حسام حسن بيجيبها من دفاع النادي الاهلي، ولا مع شادي حسين اللي راح زد ومقدم اداء ممتاز مع زد. احنا العيب عندنا، وكذا حد قال لك اللعيبه مش بتوصل الكره للمهاجم اصلا. يعني انا مش بشوف الكره مع المهاجم. ازاي احكم على واحد بيلعب طول الشوط الاول؟ انا ما شفتش صلاح محسن دوت لمس الكره مرتين على بعض طول الشوط الاول. انا مركز معاه كده، ما افتكرش لمسهم على بعض. يعني انت كل الكور بتجيلك، انا بشتغل على هافات، اعتمد على تسديدات امام عاشور، ده اللي انا شايفه. لكن انا احكم على مهاجم الكره ما توصلوش ازاي؟ انا ما عنديش لاعب بيوصل لي المهاجم عشان احكم عليه. ضيع فين بقى اللي صلاح ضيعه؟ انا ما افتكرش كره جت على دماغ صلاح محسن. احنا بنتكلم بالعدل وبحق ربنا. هتحكم على مهاجم؟ لا، انت العيب مش مهاجم. انا لما اوصل كره لمهاجم ابتدي احكم عليه، ده الكلام الطبيعي والمنطقي. انا ما فيش الكره ما توصلش للمهاجم، احكم عليه ازاي؟ النهارده عندك الباكات بتاعتك، اذا كان اكرم توفيق او علي معلول، قول ماشي اكرم توفيق ما بيأديش ادوار هجوميه، هو دفاعي اكتر. طب علي معلول النهارده اللي جاي لعب تمرينه رجل، كل اوفر بيعمله بيغير بيه الملعب، ما بيوصلش لل 18. الكور الثابته اللي بتبقى حلول لاي فريق، انت عندك النهارده واخد 15 ركنيه، 15 ركنيه ما فيش منهم ركنيه وحيده يتيمه كانت مشكله خطوره على مرمى الهاني سليمان. ما فيش غير هي الركنيه الاخيره اللي لعبها امام عاشور، استلمها حسين الشحات لعبها بطريقه غريبه. يعني رامي ربيعه بيقول له انا اهو اسندها لتحت، انت استلمت جوه ال 18 اسندها لتحت، شاطها بطريقه غريبه. يعني انت اصلا ظهرك للمرمى لفيته بتشوط ازاي؟ ما اعرفش، والله ما اعرف. وباقي الركنيات هي تدريب للهاني سليمان والله العظيم. يعني مثلا قول احنا خدنا 15 منهم واحده اتلعبت صح بتاعت امام عاشور ديت اللي حد استلمها، والباقي تدريب لهاني سليمان. لا اما الكوره بتعدي اصلا لهاني سليمان، لا اما بتلعب في السكس يارد هاني سليمان يطلع يمسكها بايده. مفيش حلول. ومارسيل كولر النهارده اللي مستمر في حوار اللي انا لازم ابدل في الاخر. انت ليه يعني لازم تبدل بعد الدقيقه 70؟ ليه؟ بعد الدقيقه 70 بيعمل تبديله احمد عبد القادر وزعلوك. خلاص انا عايز اهاجم، كنت هاجم من بدري. ما انا شايف احمد سامي طول الجيم مقفل الجيم. في اوقات بنشوف اللعيبه كلها ناقص الشناوي يجي معاهم، بيبقوا في منطقه ال 18 بتاعت سموحه. ما عنديش حلول هجوميه، انا ما بشوفش كوره هجوميه من الاهلي، ما فيش كوره خطيره بتتعمل من الاهلي، ما فيش جمل. كل حاجه بعتمد على اللي انا اشوط من تحت
او اللي انا هقعد اودي الهافات، وبعد كده الهافات ما يبقاش فيه ربط مثلا ما بينه وما بين المهاجم، او ما بينه وما بين صانع الالعاب اللي انت اصلا النهارده دوره. كان بشوف قفشه بيرجع النهارده لغايه يدافع مع محمد عبد المنعم في المرتدات، واحمد سامي بيلعب على مرتدات، بيلعب على سرعات. فانت مش مستغل اللي انت معاك الكرة طول 90 دقيقه. محمد عبد المنعم اللي ثقته الزياده هتلدعنا احنا في مره. كل مره لازم أنا استلم الكرة، ما بلعبش السهل، لا انا لازم استلم الكرة اشمس مهاجم. عمل كرة في الدقيقه 60 مع حسام حسن، خبطت في رجله حسام حسن، ده سطر من ربنا. يعني لو ما كانت خبطت في رجله حسام حسن مثلا او بعدت عنه، كان ممكن حسام حسن هينفرد هو والشناوي، هتوديه دايركت. بلاش الثقه الزياده. الشيء لما بيزيد عن حده بتقل اللي ضده، معروف. هتظبط معاك مره واثنين والثالثه هتيجي في مره هتخيش اكيد. فانا العب السهل. بس زي ما احنا شفنا الاهلي النهارده ما حضرش على استاد عثمان احمد عثمان بخطورته. الاهلي جاي معاه كوره بس، كانها حصه تدريبيه كده، احنا بنباصي. مفيش خطوره من النادي الاهلي، مفيش شراسه هجوميه من النادي الاهلي. كل الكور اللي بتعمل اوفرات تغيير ملعب، اذا كان من حسين شحات او من علي معلول، عشان اكرم توفيق ما كانش بيطلع يعمل اوفر. مفيش خطوره على مرمى لهاني سليمان. مفيش كره افتكر تكون راحت لهاني سليمان اذا كانت تسديده او هجمه. يا ريت يبقى في حل للتكتيك الهجومي بتاع النادي الاهلي، والكره تتغير في منظومه النادي الاهلي، عشان في اخر فتره من ايام السوبر الافريقي مفيش الكره اللي احنا بنشوفها. دوري السوبر الافريقي، مش السوبر الافريقي عفوا، عشان مفيش الكره اللي احنا بنشوفها. دوت الاداء زي ما قلت ما يبشرش. احنا عندنا كاس عالم للانديه، انا واحد من الناس وكل اهلاوي بيامل ان يكون في ميداليه فضيه او ذهبيه. ربك كريم، محدش يعلم، يمكن تيجي ذهب، الله اعلم. بس بالاداء ده الحال مش احسن حاجه. اي نعم الحلقه وقتها قليل عشان خاطر الماتش ما كانش فيه اصلا حاجات كتير نتكلم عنها، بس انا طلعت اقول ان كان فيه عك كروي بيحصل. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اشوفكم الحلقه الجايه، دمتم بخير.